أهلا فيكم. اليوم راح نتكلم عن أهم عضلة في الجسم كله، القلب. بس لحظة، مش بالطريقة التقليدية اللي ممكن تتوقعوها. لا، اليوم قصتنا عن أبطال وأشرار موجودين في مطابخنا كلنا. قصتنا عن كيف كل وجبة ناكلها هي بمثابة معركة صغيرة لصحة قلبنا. يلا بينا، خلونا ندخل في صلب الموضوع. كل شيء يبدأ من هنا، من هذه الفكرة البسيطة جدا لكنها العميقة جدا. صحتي مأكولتي. هذه مش مجرد جملة نقولها ونمشي، لا، هذه هي القاعدة الأساسية لحياتنا. كل لقمة نأكلها هي قرار يحدد إذا كنا قاعدين نبني جسمنا ونقويه أو نتركه ضعيف وهش. طيب، خلونا نبدأ بالجزء الأول ونشوف القلب من زاوية مختلفة تماما. هو مش بس مضخ الدم، فكروا فيه كمحرك، المحرك الأساسي اللي مشينا في رحلة الحياة هذه. تخيلوا معي للحظة إن الجسم سيارة والقلب هو المحرك حقها، ومثل أي محرك في الدنيا نوعية الوقود اللي نحطه فيه هي اللي تحدد كيف يشتغل وكم يعيش. أكلنا اليومي هو بالضبط هذا الوقود. السؤال هو، هل قاعدين نختار وقود ممتاز أو وقود رديء؟ وهنا القصة تبدأ تصير مثيرة أكتر، لأنه في كل صحن ناكله ممكن يكون في أعداء مختبئين، أعداء صامتين ما نشوفهم بس هم يشتغلوا بالخفاء ضد صحتنا. والمشكلة الأكبر مع هذول الأعداء إنهم خداعين، ما يسببون أي أعراض فورية، يشتغلون بهدوء، وتأثيرهم يتراكم حبة حبة، يضعفون محرك حياتنا يوم ورا يوم بدون ما نحس بأي شيء، لين يجي يوم خلاص يكون الأوان فات. والآن خلونا نكشف هوية الأعداء هدول واحد واحد. على اليسار عنا الملح، العدو الصامت اللي يرفع ضغط الدم ويخلي القلب يشتغل شغل إضافي لين يتعب وينهار. وعلى اليمين يمكن أخطر عدو للشرايين، الدهون المهدرجة. هذه تتراكم مثل الصدأ في المواسير، تسد الشرايين وتخنق القلب ببطء. طيب، والسؤال الأهم، وين نلقاهم؟ الملح مش بس بالملاحة اللي على الطاولة، لا، هو مختبئ بكميات كبيرة في الخبز وفي المعلبات. أما الدهون المهدرجة فهذه بطلة الأطباق اللي كثير منا يحبها، مثل البطاطس المقلية والحلويات المصنعة. بس قائمة الأعداء ما خلصت، فيها عدو ثالث ويمكن هو الأكثر مكراً ودهاءً، السكر الخفي. لما نستهلك سكر أكثر من حاجة الجسم للطاقة، الجسم بذكاء يحوله إلى دهون ضارة جداً اسمها الدهون الثلاثية، وهذه خطر مباشر على قلوبنا. لكن مثل أي قصة فيها أشرار وفيها أبطال، والخبر الحلو إن الأبطال أو حراس القلب موجودين بعد في مطابخنا، جاهزين ومستعدين يدافعوا عنا. وهنا يأتي دور أعظم حارس. هذه الجملة تختصر كل شيء. مأكلتي بزيت الزيتون هي أقوى درع لقلبك. يعني لا تفكرون فيه كأنه مجرد زيت للطبخ، لا، فكروا فيه كدرع حقيقي يحمي أهم عضو في أجسامنا. وهذه هي خطة المعركة. شوفوا كيف بسيطة وفعالة. 3 خطوات بس. أولاً، نبدأ بالألياف، يعني سلطة قبل الوجبة الرئيسية. ثانياً، نستخدم الذهب الأخضر، زيت الزيتون، بدال الدهون الضارة. وثالثاً، نعتمد على منظفات الطبيعة، الثوم والبصل في التتبيل. بس كيف يشتغلون هذول الحراس بالضبط؟ تخيلوا الألياف كأنها إسفنجة ذكية تمتص الكوليسترول الضار قبل لا يوصل للدم. أما الثوم والبصل فهم فريق التنظيف الطبيعي، شغلتهم يخلون الشرايين نظيفة. وزيت الزيتون هو البطل الخارق اللي يطرد الدهون السيئة ويحمي جدران الشرايين. والآن نوصل للخلاصة، نوصل للجزء اللي نتحول فيه من مجرد مستمعين للمعلومات إلى صناع قرار. الدور الحين صار دورنا إحنا. الفكرة الجوهرية كلها هنا. حماية القلب تبدأ من الوعي. لازم كل واحد فينا يكون هو العساس، هو الحارس الذي يراقب كل شيء يدخل صحنه وبالتالي يدخل جسمه. المسؤولية في النهاية هي مسؤوليتنا. وهذه الجملة توضح الفكرة ببراعة. الأكل الصحي مش معناه حرمان وتعذيب، أبداً. هو وعي، هو فهم لكيفية تحقيق التوازن. نقدر نستمتع بأكلنا وفي نفس الوقت محافظ على صحة محرك حياتنا. ونختم بهذا السؤال المباشر، سؤال للتأمل الشخصي. إيش هو الأكل اللي نستمتع فيه ونحبه بس في داخلنا نعرف إنه يضرنا؟ ممكن يكون المقليات أو يمكن الملح الزايد. مجرد التفكير في الإجابة هو أول خطوة للتغيير.